بتقول ايه يا بيه؟ المهم الاستاذ عز عمال بيقول للمواقع مش عارف بتقول ايه، ما اللي يقول يقول. انا بص، انا لن اشغل بالي بعد ما وريت لحضراتكم اللي كاتبه هو بقى. يبقى اي حد يقول يشغل باله بالموضوع ده، يبقى معلش بقى اسف، يروح يراجع عقله. ده اهو الراجل بيقول لك القطيع الالكتروني، ازاي نخلي الناس قطيع الكتروني اهو. هما بقى منزلين خبر عز بيقول لي دلوقتي ان انا حلفت على المصحف ان الاجهزه الاستخبارات في مصر بتاخد مني عدد من المستندات. طب وايه يعني؟ فيها ايه يا فندم؟ انت وهو يا ولا، انت وهو يا ولا، بلدك بتملك رابع جهاز مخابرات في العالم، تصنيفه الرابع يا ولا. بدل ما تفتخر بيه يا ديوس يا خنزير انت وهو، لان انتوا لا تتحملوا الا هذه الالقاب. تيس ده انا لما يبقى عندي في بلدي حاجه ناجحه، ده انا يا سلام ابقى فرحان بيها في السماء. وانا بلدي تملك الجهاز الرابع في العالم، في العالم كله، وجهاز فقير، مفيش فلوس كمان. يعني الفلوس المتوفره له مش زي الفلوس المتوفره في امريكا ولا في فرنسا ولا في انجلترا. والرابع ده معناه ايه؟ معناه ابنائه اللي فيه، رجالته المصريين اللي طالعين من الجيش المصري ومن الشرطة المصرية. شفتوا قيمة ولاد بلدنا يا اخوانا؟ لما بنحطهم في مكان ونهيئه، حتى لو ما فيش فلوس بيصنعوا المعجزات. حقيقة هم دول اللي سمعوا انور السادات الاجتماع بتاع مجلس الوزراء الاسرائيلي. الاجتماع شغال والرئيس انور السادات قاعد ماسك الغليون بيروق، وعمال يسمع في السماعه اللي زي دي ما يدور في قلب الاجتماع في قلب اسرائيل. هو ده نفسه الجهاز اللي حسني مبارك كان بيحاربه. طب والله، طب وحياة المصحف ده حسني مبارك كان بيحارب جهاز المخابرات المصرية. يلا يا عم، ادي معلومة بقى بقولها لأول مرة.